يا صباح الخير، يا صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الفل، صباح النرجس، صباح اي حاجه حلوه. وحشتوني جدا من اخر فيديو عملته معاكم. النهارده بامر الله هعمل معاكم بسكوت سهل جدا اقتصادي سريع. بسكوت ال10 دقايق، في 10 دقايق وانتي واقفه كده على الرخامه هتكوني خلصتيه وعملتيه. ومقاديره اقتصاديه وسهله كده ومتوفره في كل بيت. اول حاجه معايا وهعمله كمان في شفشق الخلاط. اول حاجه معايا بيضتين نزلت بيهم كده في شفشق الخلاط. وطبعا طالما بيض يبقى على طول كده وراه كيسين فانيليا. وبعد كده ضفت نص كوبايه من السكر، حابه تزودي تخليه كوبايه كوبايه الا ربع براحتك. بس هو نص كوبايه كان تمام تمام تمام. ابتديت وضفت معلقه من البيكنج باودر. يبقى بيضتين، معلقه من البيكنج باودر، نص كوبايه سكر. هاخدهم واضربهم في الخلاط كويس جدا لحد ما اتاكد ان السكر دايب. بعد ما السكر يدوب هنزل بكوبايه الا ربع من الزيت. وبعد كده هاخد اضربه ضربه بس بسيطه في الخلاط تاني، مجرد ان انا ادمج كله كده في بعض. معايا بقى دلوقتي المواد الجافه، معايا كوبايتين من الدقيق وشايله على جنب نص كوبايه. طبعا احنا عارفين ان نوع الدقيق بيختلف من النوع والتاني. ودلوقتي نزلت بنص كوبايه من النشا. النشا بجد بيغني عن الزبده، طبعا احنا عارفين ان الزبده غاليه ومغشوشه اليومين دول. فالبسكوت ده بالزيت بس طعمه حلو جدا. النشا مش بديل الزبده بس بيديله هشاشه وطعم حلو قوي. هنشوفه دلوقتي كده مع بعض. ابتديت بقى ان انا انزل ونزلت برشه من الملح. يبقى نص كوبايه نشا، كوبايتين دقيق، رشه من الملح، دي المواد الجافه. نزلت بالمواد السائله على المواد الجافه. ابتديت بقى دلوقتي ان انا طبعا احنا عارفين ان البسكوت ما بيتعجنش. يا دوبك ان انا بقلب المكونات كلها كده مع بعض بالشكل ده. ببتدي ان انا الم عجينه البسكوت بالشكل ده كده، وهقلبها كويس. انا بقلبها، انا دلوقتي لما قلبتها لقيت ان العجينه لسه طريه معايا، مش هعرف ان اشكلها. رحت بقى انا كنت طبعا شايله نص كوبايه دقيق. جبت نص كوبايه الدقيق وحطيتها في العجينه كده. وظبطت القوام بتاعه، وده القوام. عايزه اقولك ان هو بيبقى طري كده البسكوت. يعني العجينه بتبقى طريه زي ما احنا شايفين. اهم حاجه عشان تعرفي العجينه ناجحه معاكي ولا لا، ان هي بتبقى مش مشققه، الوش بتاعها ما يشققش. بصي كده قمر، يعني انتي بتاخديها طرية خالص معايا. هشكلها كده، هكورها بالشكل ده. هعمل كور كده صغيرة، وبعد كده طبعا هفردها بايديا. طريقته سهلة وانتي واقفة هتخلصيه. بسيط. طبعا في الفطار جنب كوباية شاي بلبن. حلوة قوي. احنا عارفين بقى ان الشتاء بيبقى الكيكات، البسكوت، الحاجات دي، البطاطا. الحاجات دي طبعا في الشتاء بنعملها. بتدفي البيت، بتملى البيت خير. بتبقي مثلا عايزه كوبايه شاي كده بالليل في السهره، مع بسكوتين مع قرقشتين مع كده، فبجد حلو. سهل. الزيت طبعا يعني متواجد في اي بيت. الدقيق كوبايتين مش حاجه. عايزه اقولك بجد ان انا عملت يعني 45 بسكوته بكوبايتين الدقيق. طعمهم كان حلو جدا، ريحتهم حلوة جدا. خلاص بقى حطيته كده في الصاج وحطيت ورقة زبدة. ممكن ان يكون استغنى عن ورقة الزبدة عادي، ما فيش اي مشاكل. ادي الصاج دهنة كده من الزيت واحط البسكوت. بس انا حطيت كده ورقة الزبدة بحيث ان يعني خلاص هي ورقة الزبدة هتترمى وخلاص. بعد كده واعمل طبعا في حاجة تانية بقى، الاقيش اعمل في اي حاجة تانية. ببتدي بعد كده ان انا افرد البسكوتة بالشكل القمر ده زي ما احنا شايفين. برضو هشكله بحاجة بسيطة. ممكن تجيبي معلقة وبطرف المعلقة تعملي نفس الخطوة. انا عندي كده غطا ازازة. ببتدي ان انا اعمل شكل الهلال كده او الشرط دي زي ما احنا شايفين. 4 شرط 4 شرط، او 4 هلالات. باعمل كده أيوه، يعني بادّي له شكل كده، يعني حاجة بسيطة. عندِك بقى المنقاش ممكن إن أنتِ تنقشي البسكوتة دي. عندِك مكنة البسكوت ممكن تعملي بيها. أي حاجة يعني تحبيها أو تفضّليها زي ما إحنا شايفين. طبعًا سِبت مسافة كده بين كل بسكوت لإن أنا حاطة باكنج باودر، فأكيد طبعًا هيرتفع معايا كده في الفرن. ده شكله بعد ما خلاص بقى استوى. أو بعد ما خرّجته من الفرن دخّلته الفرن على درجة حرارة 180. قعد معايا من تِلت ساعة، نُص ساعة. عينِك عليه. لون البسكوت حلو جدًا، الكاميرا والله ظالماه. بُصّي لمّا باقرّبه من الكاميرا عايزة أقول لِك إنه مقرمش وحلو أوي. بجد لازم تجرّبيه لإن أنا متأكدة وواثقة إن هو هيعجبِك. آآ حلو أوي.
عايزة بس أفتح معاكِ واحدة كده بُصّي إيه ده! يعني ما بيتكسّرش، حلو، مش اللي هو ناعم أوي زي الغريبة، بسكوت ماسك نَفْسه، حلو مقرمش، ريحته تحفة، زي ما إحنا شايفين بُصّي من جوّه، تحفة بقى، كوباية شاي كده وإيه، ياه! باحبكم جدًا في الله، أحلى أخوات، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.